هنعمل مع بعض النهاردة الكراسون، يا رب يعجبكم. هنعمله بمكونات اقتصادية جدا وكمان سهل جدا وبسيط جدا ومن غير ولا لبن ولا بيض. بس لو عجبكم وصفاتي ما تنسوش تنزلوا تحت الفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. في بولة معايا 1.5 كوب من المية الدافية، وكيس من الخميرة الفورية، و3 معالق كبار من السكر الحبيبات، وكيس من الفانيليا. معايا كمان 1/4 كوباية من الزيت. هخلط كل ده مع بعضه بالويسك كويس جدا. هحط معلقة صغيرة من الخل. دلوقتي معايا 5 مجات من الدقيق. هحط 4 مجات بس، وهسيب كمان مج على جنب على حسب الدقيق بتاعي بقى هيحتاجه ولا لا. انا ال4 مجات كفوا معايا ومحتاجتش المج الخامس. بس هعجن العجينة كده كويس جدا، واول ما العجينة تتلم معايا انا احتجت يعني ان انا استخدم ايدي. اول ما العجينة تتلم معايا بصوا شكلها عامل ازاي، القوام بتاعها بيلزق شوية لكن العجينة ناعمة وكويسة جدا. هسيبها تختمر لمدة نص ساعة في فرن دافي. على بقى لما العجينة تختمر كويس هحضر الحشوة. دلوقتي معايا 100 جرام من الدارك شوكليت، وكمان هستخدم قرفة وسكر. طبعا هستخدم ده لوحده وهستخدم ده لوحده. ممكن تحشوه كارمل، ممكن تحشوه مربى، ممكن تحشوه اي حشوة انتوا تحبوها. ممكن كمان تحشوه جبن وزيتون وكده. دلوقتي السطح اللي هشتغل عليه هرش عليه دقيق كويس علشان بس العجينة متلزقش مني. العجينة اتقسمت معايا على 10 قطع بالظبط زي ما انتوا شايفين كده. هغطيها بس 10 دقايق. السطح اللي هشتغل عليه يكون مرشوش عليه دقيق كويس جدا علشان متلزقش مني. هفرد كل الطبقات فوق بعض، وما بينهم ما بين كل واحدة زبدة تكون مدهونة كويس قوي زبدة. وكمان وانتي بتفرديها لازم تكون رفيعة جدا، يعني ما يكونش سميكة. تفضلي تفردي واحدة ورا التانية زي ما انتوا شايفين معايا كده لحد ما كل الطبقات تخلص، ولكن اخر واحدة مش هندهنها زبدة خالص، احنا ممكن بس نحط عليها يعني ايه رشة دقيق بس. طبعا شايفينها شكلها يعني مش مظبوطة خالص. طبعا لو تقدروا تظبطوها اكتر من كده اظبطوها، ولكن هو ده الشكل اللي طالع معايا، وفي الاخر هتبقى دايره كويسه جدا. هتبقى شكلها حلو نوعا ما ومظبوط جدا. يعني هو اصلا اهم حاجه الشكل في نهايتها بقى لما تيجي تفرديها كده يبقى دايره حلوه كده معاكي. انا بقى فردتها اهي شايفين. انا هفضل افرد فيها كده بايدي شويه وبالنشابه شويه لحد ما تديني كرة كويسة نوعا ما، وكمان نوعا ما رفيعة، يعني الطبقات بتاعتها ايه رفيعة. على فكرة شكلها كان حلو جدا، والزبدة كده فيها خطيرة. وانتوا كمان ممكن تعملوا ايه بقى، ممكن لما تحطوا ما بين الطبقات الزبدة تحطوها في التلاجة 10 دقايق بحيث ان الزبدة تمسك معاكم. وكمان يعني ايه لما تيجوا تفردوها كده ما تبهدلكوش الدنيا من كل حتة. قسمتها مثلثات كده زي ما انتوا شايفين، وهبدأ بقى احط الحشوة. انا حطيت فيها حشوة شوكولاتة، والتانية حطيت فيها قرفة وسكر، وممكن تحطوا مربى زي ما قلت لكم، كراميل، نوتيلا، اي حاجه انتوا تحبوا تحطوها في قلبيها، ولكن انا حبيت احط دارك شوكليت يعني. بصوا انا بحب اسحبها كده، يعني في اخر العجينه في اخر المثلث بحب اسحبه كده فبيديني شكل احسن. يعني المفروض في الاخر كده تسحبي العجينه شويه لورا. دي اللي هي بالقرفه، حطيت في قلبيها زبده، وكمان حطيت القرفه بالسكر. دي طعمها مدي قوي على السينابون يعني. انا حبيت اوريكم كذا واحده
معايا من دولت للاخر عشان تشوفوا شكلها عامل ازاي. بعد ما خلصتهم كلهم حطيتهم في صينية، وكمان يا ريت يكونوا متباعدين عن بعض شوية علشان انا لسه هديهم كمان يعني يختمروا للمرة التانية في فرن دافي واغطي عليهم. انا قبل ما بعملهم كده يعني ايه بدهنهم زبدة، وبعدين بحطهم في الفرن الدافي يختمروا، وبعد كده بقى بولع عليهم الفرن يكون على نار متوسطة في الرف الأوسط من 20 ل25 دقيقة. كده أنا حطيتها في الفرن اهو. شايفين شكلها حلو ازاي؟ شكلها جميل جدا. وادي شكلها يا جماعة بعد ما خلصتها وبردت شوية. أنا بقى في تركاية هنا أحب أقولها لكم. أنا بعد ما برصها كده بديها زبدة، ولما بتشربها بديها زبدة تاني، يعني بدهنها كده بالزبدة، وبعد كده انتوا هتلاقوها ايه يعني شربت الزبدة اختفت منها. بدهنها كمان مرة وكمان مرة، يعني 3 مرات. دهنة بس بسيطة، دي بتحسسكم ان انتوا جايبين كرواسون من اغلى المحلات بجد. شكله روعة، هش جدا، طري، الاطفال هيحبوه جدا جدا جدا. وكمان في الشتاء اللي احنا فيه دوت يعني طعمه فوق الرائع. انا بيساعدني جدا بصراحة مع كوباية شاي بلبن او كوباية شاي، طعمه روعة. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، وتعملوا لي لايك وتعملوا لي كومنت حلو تحت لو عجبتكم الوصفة دي وجربتوها. قولوا لي ايه رأيكم.